نعم. ولا تنسمت راح الألم، ما يقوم من الكرسي الا الألم رايح ما بيشوف باذن الله. لا احتكاك في ركب، نعم. لا ألم ضيق تنفس ولا ربو ولا قولون ولا كستور ولا ارهاق ولا ضعف جنس ولا عقم ما يحمله ولا حرقان في البول ولا ورم عنده ولا تنظيم عاده او مشاكل او حساسيه او جميع الامراض. جميع الامراض. الله اكبر. من راسي الى رجوله والله تسكير شرعي. الله اكبر. والله تسكير شرعي. طيب في قصه حصلت احد شوفي باذن الله؟ نعم باذن الله. في واحد حرمه من الطاير جابوها والله ومقررين عليه حلق راسه وفك راسه يسوي له عمليه فك راس. نعم. فهمت له؟ وقلنا لهم لا يفكون راسه وجابوها وفهمت له نص ساعه وقامت. وش كان فيها في راسها؟ كان في قالوا فيه كيس دهني في المخ. كيس دهني. قالوا فيه كيس دهني في المخ. في المخ نعم. والحمد لله جابوها وحجمناها ثنتين في الراس في الاخدعين. في الاخدعين. نعم. ولا قامت من الله الا متشافي. الحمد لله. ولا اخلقك والله العظيم وقومت اهل الطائف كلها اهل الطائف. الحمد لله. 50 60 نفر او ازيد. الحمد لله. الحمد لله. لا طايف لا قوحيه لا زحميه لا حصات قحطه. الحمد لله. كل انت اللي عالجت الحرمه انت اللي عالجت الحرمه. والحمد لله ومن جاء ما يقوم الا متشافي. الله اكبر. الله اكبر. اللي قالوا فيه هل الدخاتره قالوا فيه احتكاك ما احتكاك هو خرطي تسكير شرعي. اي الم في ابن ادم تسكير شرعي. نعم. واحنا نسحب التسكير وعارفين المواقع التسكيره كلها. والله اني عارف المرض ابن ادم من راسه الى رجول. مرض السكر له علاج؟ مرض السكر اعشاب باذن الله. واحد جانا سكره 580. ايوه. وسوينا علاج ان هذا قرشه مصحم وريال. نعم. اشربها يومين. وبعد يومين لا تشرب، يوم خامس حلل. وعقب ما حلل صار بدل 580 صار 180. نزل 180. 180. نعم. وسوينا له قرشه مصحم وريال اللي يحطها في الثلاجه كل ليله بياله. نعم. ولا تناصبت حلل، وعقب ما حلل تناصبت وحلل 130. الله اكبر. 130 نزل. باقيها صار 96. الله اكبر. وراح للدكتور قال له شو العلاج اللي استعمل؟ قال هذا والله شيخ الماس سوى لي علاج واستعملته. الحمد لله. قال خلاص لا تستعمل لا هذا ولا هذا. يعني استغنى عن الحبوب عن الابر؟ لا اوبر ولا حبوب. ما شاء الله. كامله سنه وشهرين ما مر السكر. يعني اسباب السكر تعطل البنكرياس. لان السكر يشغل البنكرياس. يشغل البنكرياس. هذا العلاج هذا يشغل البنكرياس. البنكرياس. ولا يشغل البنكرياس راح السكر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بتحب تقول كلمه اخيره؟ والله هذا تنصح اخواننا؟ انصحهم اقول لك انصح اي واحد بيسوي عمليه ولا عنده ورم سرطان. نعم. ولا لا ياخذ كيماوي. نعم. ولا يسوي عمليه الا يعرض نفسه للحجامه قبل. الحجامه اول شيء. الحجامه قبل او فشل كلوي. نعم. لا يغسل الا حتى ما يعرض نفسه للحجامه. طيب. لا غسل ما نحجمه. نعم. لا اخذ كيماوي ما نحجمه. نعم. انا عارف كذا. يعني في البدايه لازم البدايه اول يعرض نفسه اولا للحجامه. لان الورم هذا الحجامه تفش الورم. ايوه. الله يجزاك خير. طيب رقم جوالك حافظه؟ 050 050 390 390 260 4 أبو جاسم. اسم بالكامل؟ محمد عبد اللطيف إبراهيم محسن. والنعم. أبو جاسم. إمام مسجد. ما شاء الله تبارك الله. الله ينفع بك الإسلام والمسلمين. وهذا المكان كان أبو جاسم يكون فيه منظفات والكراتين تكون. نعم. كراتين ما بعد يعني جديدة. كل واحد كرتونه خاص. نعم. وهذا السرير موجود هنا. نعم. شوف هذا الكرسي. شوف هذا الأمواس. وهذه الأمواس تكون موجودة. نعم. الأمواس كراتين. نعم. تفكها أمام الشخص اللي بتحجمه. نعم. هذا الأمواس. الأمواس جديدة. شوف الأمواس جديدة. هذا الأمواس جديدة. نعم. نعم. كل واحد موسى خاص. نعم. وتكون فيه معقمات في مسحة طبية. وديتول. نعم. ديتول فهمت. نعم. بخاخ مطاط معقم. نعم. معقم. يعني. نعم. وهذه اثار الحجامه. هذا اثار الحجامه. الا هذا الدم اللي يسكر الشرايين. هذا الدم اللي يسكر الشرايين. هذا الجامد. ايش اسم الجامد هذا؟ ايش له اسم؟ هذا الدم الفاسد وهذا الدم الفاسد ما يجمد. وهذا الدم الصاحي يقول الشيخ انه ما يجمد. مو بيقول هذا الدم الصاحي ما يجمد. نعم. لو يخلي له بكره ما يجمد. لا بكره ما يجمد كذا. اللي هو السايل. شوف طال عمرك خلنا اوريك السايل. نعم. والفاسد. شوف. نعم. لحظه واحده. نعم.
طبعا السائل هذا هو السائل، هذا الصاحي. والاسود هذا الجامد، هذا شف. هذا الجامد، هذا يسمى العلق او هذا يسكر الشرايين. هذا اللي يسكر الشرايين. في ناس يقول اذا تعرض للهواء يجمد. خليه يجمد. خليه يجمد. نعم ما يجمد. هذا صاحي ما يجمد. نعم. لو تخلي الى بكره ما يجمد. الى بكره. هذا صاحي. وكم لها من الان من محجمنا؟ هذا لا يجي لنا نص ساعه. لا نص ساعه او ساعه. هذا الصاحي ما يجمد. ما يجمد. وهذا الشف ما يظهر الا جامد. يعني اسباب لا ما يظهر الا جامد. نعم ما يظهر الا جامد. يسكر الشرايين. نعم. نقول جزاك الله خير والله ينفع.